اكبر هجاص في مصر. ال 24 لاعب هم الشيف يغمر محمد صلاح، شايف؟ والعفريت بتاعه، عفريت العلبه بتاعه امام عاشور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم الأهلي وطن سبورت. من فضل حضرتك إذا كانت دي أول مرة بتشاهدني أو بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم الإشعار بكل فيديو جديد ننشره. وفضلا وليس أمرا تضغط لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل المشتركين معنا. ويا ريت حضرتك تكتبوا لي تعليقات ويبقى في تحاور وتشاور ما بيننا وبين بعضنا. يلا بينا نشوف معانا ايه النهارده. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. شايف غير محمد صلاح في ال 24 لاعب هم الشيف يغمر محمد صلاح، شايف؟ والعفريت بتاعه، عفريت العلبه بتاعه امام عاشور. اسمع الفيديو معايا للاخر واضحك على البلاص ده لا يمكن يبقى محلل ابدا بتاع يا لهوي يا لهوي. يلا مع بعض نسمع ونشاهد وارجعوا لي. يلا بينا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. امام عاشور بغش اللعيب المصري. انت اللعيب لايص ومدي ظهره للمرمى وعلى الخط بتاع الكورنر وقريب من خط القاوي، انت داخل تعمل معاه فاول ليه؟ انت بتسهل له المأمورية ليه؟ انت دخلت عملت فاول اترفع دخل جون، كهرب الدنيا وكهربنا ورجعهم تاني للمباراة. تعال لو الشوط الاولاني خلص 2-0 والله العظيم الشوط التاني كنا ممكن نجيب التالت والرابع والخامس. ليه؟ لان هم اصلا بيلعبوا اللي هو الاستحواذ وعندهم مساحات ورا. كان بانطلاقات مرموش وانطلاقات محمد صلاح كنا ممكن نقدر نجيب 3-4 اهداف الشوط الثاني، في حاله ان احنا ما يخش فينا الجون اللي هو كهرب الدنيا ده ورجعهم تاني للمباراه. جابوا جون وانتهى الشوط الاولاني على كده. نزلنا الشوط الثاني، كرة لامام عاشور استعمل فيها ذكائه وحط وش رجله من ورا الديفنس، والاصعب بقى ان محمد صلاح بيقابلها بوش رجله الخارجي، لان لو حطها بالداخلي او بوش الرجل كده مباشر كانت هتخبط في الجون. هو عملها كده، فالحته دي مش اي حد يجيب الجون ده، ومش اي حد الكره وهي جايه له لفه كده ويحط وش رجله فيها كده، دي ما عملهاش الا لعيب عالمي. لعيب عالمي بقى من نوعيات كريستيانو، ميسي، صلاح، زيدان، الناس اللي هي بصراحة عندها الحس العالي وازاي ان هي الحساسية بتاعت رجلها بتوجهها ازاي. فقولت ان هو يحط وش رجل الخارجي والكرة جاية لفة لبره كده له ويعملها كده، لا ده في تمكن غير عادي. الله يبارك لك يا صلاح. ويهمد الناس بقى ويكبس الناس اللي هي كل شويه يقول لك صلاح ما بيعملش حاجه، اصل صلاح بيجي على المنتخب، اصل صلاح ما بيعملش. 4 ماتشات يا ناس يا اللي ما عندكوش فكر، 4 ماتشات وهو ما لعبش كمان ماتش انجولا، جايب في كل ماتش هدف وهدف الفوز. يعني اول ماتش زيمبابوي جايب هدف الفوز، تاني ماتش ضربه الجزاء اللي احنا كسبنا بيها 1-0 هو اللي جابها وهو اللي شاطها. بعد كده ريح في الماتش بتاع انجولا، بعد كده جينا الماتش بتاع بنين جايب الجون الثالث العالمي اللي هو برضه يتدرس، اللي هو بوش الرجل ومن بره. انا ما اعرفش الناس ما اتكلمتش على الهدف ده ليه، عشان صلاح اللي جايبه. تعالى بقى النهارده بغض النظر بقى هو كلنا واحد وكلنا تبع، بس لازم في حاجات كده لازم نتكلم عليها ونديله ونرفع من روحه المعنويه. لا ده هما بيهمدوه عشان ان هما يوقعوه، عشان يقول لك بص صلاح. يعني واحد كاتب لي بين التايمين على الواتس بيقول لي الفرقه كلها حلوه الا صلاح نايم ليه؟ فانا بقول له يا ابني ده هو اللي عامل الكروس اللي رامي ربيعه. لا 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 ده قلشه. ايه يا ابن الحقد ده؟ ايه الناس انتوا عايزين ايه من صلاح؟ راجل موصلك مرتين كاس عالم في تاريخك،
انت من سنة 34 وما نعرفش اذا كنا وصلنا ولا بجد، ما كانش حد عايش. وبعد كده سنة 90، وبعد كده في عهده هو لعيب واحد، في عهده هو وصلنا مرتين كاس عالم، وصلنا مرتين كاس عالم اللي هي احسن. انا من وجهة نظري احسن من الامم الافريقية. ليه؟ ده بالنسبة للجوائز المالية بقى والاعلانات والشو والكلام ده. شوف انت بتاخد كام من اللجنة المنظمة بتاعت الفيفا، وشوف انت بتاخد كام لو خدت كاس الامم الافريقية. فاحنا بنتكلمها ماديات، لا كاس العالم طبعا افيد. احنا خلاص خدناها 7 مرات خلاص، واللي كانت بتنافسنا الكاميرون وخرجت امبارح. والله يكون في عونهم، والله يصبرهم على اللي هم فيه، واخد بالك؟ فهي دي اللي بتنافسنا. وغانا مش موجوده، اللي هي عندها 4، والكاميرون عندها 5، واحنا عندنا 7. والحمد لله رب العالمين ماشيين في الطريق. بس من هنا لغايه ما نوصل للنهائي، هو طبعا ما ينفعش، بس المفروض الكابتن حسام يطالب بحكام اجانب، لان الحكام هنا حاجه بصراحه، حاجه توجع القلب بصراحه. المهم يعني، فجاب الجون الثالث، وطبعا الدنيا زي الفل معانا. طبيعي بقى انك تدافع وتموت نفسك ويبقى فيه روح والكلام دوت. هنا بقى لازم كابتن حسام، طبعا مش هنعدل عليه دلوقتي، بس هو الشوط الثاني بعد ربع ساعة بعد الهدف كمان بتاع صلاح، لازم تجدد 2 في الملعب يعملوا لك، يبصوا لك الحيوية والنشاط تاني. لان امام الله يكون في عونه تعب خلاص. انت عمل لك جونين، جون ميت وجون جامد جدا اللي هو التاني بتاع صلاح. فانت هو عمل اللي عليه. انزل واحد بقى زي محمد شحاته يلعب برضه قدام حمدي فتحي ومروان عطيه، ويبقى هو همزه الوصل بين مرموش يا جدعان. ده لما نزل في الماتش بتاع جنوب افريقيا ده والماتش بتاع زيمبابوي، دخل ال 18 4 مرات، مع ان الوقت مش مساعده. وصل لل 18 وعمل كروسات بالعرض 4 مرات في الماتش بتاع جنوب افريقيا تحديدا. فما بالك بقى انت في ماتش زي ده يجدد نشاط. اولا هيدافع كويس قوي وهيهاجم كويس قوي، مع يا اما بلاش يا محمد شحاته. كنت انت نزلت محمد صلاح زي ما هو كان نازل كده هو وعمر مرموش، وحطيت مصطفى محمد وطلعت امام عاشور، والله العظيم كنت هتهدف، والله كنت هتهدف. ليه؟ لان هيبقى في محطه مرموش بيطلع عليها وصلاح ده، غير بقى مش هنقول لك بلاش يطلع يا عم لا فتوح ولا محمد هاني، بلاش يطلعوا. بس انت استغل بقى سرعات محمد صلاح مع مرموش، وفي واحد قدامهم بس بيسند لهم وهم جايين. والله كنا رحنا، لان طبعا كان هيلعب 1 على 1، اللي هو واحد هيمسك لمصطفى محمد والتاني بيهاجم، عشان ان هم عايزين يكسبوا او عايزين يتعادلوا. فكانوا الحته الدفاعيه عندهم كانت ناقصه. ده بقى لما تلعب حتى لو 2 ويجي صلاح ومرموش ومعاهم مصطفى محمد، يبقى 3 على 2 تجيب اجوان. انما انا شايف تغيير تريزيجيه دي، يعني هو لسه مصاب والكلام دوت، بس مجامله بجد يا كابتن حسام، مجامله. اللي ينزل يا محمد شحاته يا مصطفى محمد. هنا بقى بيبان برضو حته انت لسه بتحب، ولسه برضو في غصه من هنا كده عند مصطفى محمد. هو التغيير اللي كان امام يطلع هو اللي ينزل، مش تريزيجيه ما بقى له اسبوع مصاب وبيتعالج، مش هينزل. انت مش عايز حد يمسك كرة ويروح بيها، الا لو لا قدر الله ان انت كنت متعادل ولا انما طبعا انت مش متعادل، انت كسبان. فحط مصطفى محمد وخلي الافضليه بقى لمرموش اللي هو يجي بوشه، ومحمد صلاح يجي بوشه في وجود مصطفى محمد اللي هو المحطه الرئيسيه. انما طبعا انا مش معاك في تغيير التريزيجيه دي، ودي تغييره مجامله. وما اعرفش انت بتجامل ليه مش عارف، على حساب نفسك. ان لا قدر الله كان حصل حاجه كنا الدنيا هتسود، لان هم كانوا هيبقوا اعلى مننا بدني في الاكسترا تايم. بس ربنا سلم وربنا كرم، وكرم الشناوي
في كام كرة كده، مع ان الجون التاني ده الشناوي يسأل عنه، لان الكرة معدية من تحتيه. سيبك ان هو جابها في الاول، لا هي معدية ما شافش الكورة. ازاي انت حارس مرمى في المنطقة دي وازاي ما تشوفش الكورة؟ هو بعد كده طلعها وبعد كده الراجل كملها. هنا بقى حمدي فتحي يجي دوره. انت عايز تحضر ليه يا عم الحلو؟ زي الجون الاولاني بتاع امام عاشور. امام عاشور راح خلص القصه وقام جاي ضرب الراجل بالكوع، اتحسبت فاول، اترفع دخل الجون. نفس القصه، كره طلعها الشناوي، ما تطلع دماغك هتاخد فاول. انت عايز تحضر ليه وانت في السكس يارد وعايز تحضر؟ انت يعني ما حدش قال لك الكلام دوت ان انت تشيل من مره واحده؟ ده انت في السكس يارد عايز تحضر ليه؟ كهربتنا تاني ورجعت الكهرباء تاني لغايه ما ربنا كرم والحكم صفر. فالحمد لله والشكر لله. النهارده حسام حسن ده اول اختبار ليك، اول اختبار جدي من يوم ما مسكت المنتخب. ده اول اختبار ونجحت فيه. ليه نجحت فيه؟ لانك انت لعبت بطريقه احنا مع الفرق الافريقيه عايزه كده. عايزه كده ايه؟ ان انت تضحك عليهم. مهاره لعيب زي مرموش، زي محمد صلاح، زي امام عاشور، تخلص لك ماتش. خلي بالك انا هقول لك بمنتهى الامانه، اي فرقه حتى نيجيريا النهارده وحتى الكاميرون وحتى كوت ديفوار، احنا كعبنا عالي على الناس دي. احنا بنعرف نلعب الناس دي. انما بص تونس اللي هي خرجت وكان مستواها في البطوله مش كويس، لو قدرنا تكسبنا. ليه؟ لان احنا الفرق البيضه دي بيبقى صعب ان هي بتلعبنا، بتحس ان منتخبات تانية خالص وفرق تانية خالص. وعشان كده بقول لك ربنا يستر ان انت ما تقابلش المغرب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. واخيرا اشكر حضراتكم لطيب صحبتكم وحسن مشاهداتكم واستماعكم. وبفكر حضرتك من فضلك اذا كنت وصلت معايا لحد هنا وما اشتركتش بالقناه، يا ريت حضرتك تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لحضرتك الاشعار الجديد بكل فيديو جديد ننشره. وفضلا وليس امرا ما تنساش تضغط لايك للفيديو ده عشان يوصل معانا لكل المشتركين. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.